كابتن وائل، لك السؤال اولا، بصفتك كنت مدير المنتخب المصري في المرحله السابقه، ما هي الاجراءات التي تتخذ في هذه الاوقات؟ لاعب اصيب في المعسكر، اصابه ليست بالكبيره، طبعا يريد المغادره للعلاج مع ناديه الاوروبي. خلينا نتفق الاول يا احمد ان اللي حصل اهانه كبيره جدا لقميص المنتخب المصري المرصع ب7 نجوم. اهانه كبيره لتاريخ منتخب مصر وتاريخ المنتخب المصري في افريقيا، اكبر منتخب في افريقيا. اللي حصل من اوله لاخره خطا كبير جدا جدا، كل واحد شارك في الخطا ده تسبب في الاهانه اللي انا بقول لك عليها. اللي شارك في الخطا ده مجموعه من الكومبارس اللي ما لهمش اي دور، مجموعه من الكومبارس ما لهمش اي دور غير ان هم ياخدوا الضرب بس في الافلام، زي ما بيحصل في الافلام بتاعتنا البطل المشاهد الصعبه بيقولوا كومبارس، هو ده اللي حصل بالظبط. المشهد خطير وسيء وصوره سيئه جدا عن الكوره المصريه، ويعكس قيمه الكوره المصريه حقيقي. ده اللي موجود دلوقتي وبيحصل في مصر، وانا عشت الفتره دي مع المنتخب البطوله اللي فاتت وشفت حاجات انا ما ينفعش تتقال، انما اللي بيحصل ده نتاج للي الناس بتفكر فيه. صلاح، ناس كتير جدا، صلاح غلطان طبعا، ما حدش يختلف على غلط صلاح في النقطه دي ويتحمل جزء. الغلط هيبان غلط، وحجم الغلط اللي صلاح ارتكبه هيبان في حاله اعلان رسمي لاصابه صلاح، مده غيابه قد ايه وامتى هيشارك. الكلام ده يبقى هو طوق النجاه الوحيد لصلاح ولكل الناس اللي بنتكلم عليها دي. لو صلاح غاب فتره طويله يبقى انت صلاح انقذت كل الناس اللي حواليك دي، وانقذت نفسك من القيل والقال. انما الموقف اللي حصل، تعامل المسؤولين في اتحاد الكوره وتعامل الناس اللي مع صلاح ومع لعيبه المنتخب مع الموقف ده، ممكن يتسبب في خروج المنتخب المصري، وفي نفس الوقت ممكن يكون طريق ان شاء الله وصول المنتخب للمباراه النهائيه. الروح والاداء وتقديمه للاعبين النهارده ممكن يبقى حاجه مختلفه تماما، وفي موقفين هبقول لك عليهم بس عشان الاعلانات والوقت هبقى يعني في كلام تاني. طيب تمام. كابتن هيثم، رايك فيما قاله كابتن وائل وفي الموقف بصفه عامه، وتحديدا ان الاصابه حددت من البدايه انها شد خفيف في العضله الاماميه تقريبا، حاجه زي كده، الخلفيه، هذه الاصابه لا تستغرق اكثر من 5-6 ايام. اولا اتفق مع جمعه فيما قاله. ثانيا هو الموضوع 4 اضلاع. الضلع الاول محمد صلاح وهو الضلع الاهم، الضلع الثاني ليفربول وتحط معاه يورجن كلوب والجهاز الطبي، الضلع الثالث الجهاز الفني للمنتخب فيتوريا والجهاز الطبي، الضلع الرابع هو اتحاد كره القدم المصري. اهم الاضلاع محمد صلاح، يجي بعديه على طول يورجن كلوب وليفربول، يجي بعديه بدرجه اقل الجهاز الفني لمنتخب مصر، وبدرجه ضعيفه جدا جدا اتحاد كره القدم المصري. تسلسل الاحداث، صلاح اصيب يوم 18 يناير في مباراه غانا، تستنى 24 ساعه الاصابه، وكلنا عارفين اصابات الفخذ 4 حاجات، يا اما حمل زايد اجهاد وتقدر تلعب عليه تحط فخذ وحاجات كده، يا اما شد وده انواع، يا اما مزق وده اخطرهم، يا اما لا قدر الله قطع في العضله الخلفيه ودي تتطلب تدخل جراحي. الموضوع ما فيه ان بعد 24 ساعه اكتشف ان هو عنده شد، ودي انقذت صلاح. ولكن هي المشكله ايه؟ لو ليفربول عايز صلاح يجي وصلاح مش عايز يروح، صلاح هيقعد، والقوانين واللوائح تحميه طبعا. لو اتحاد الكوره عايز صلاح يقعد وصلاح عايز يسافر، اتحاد الكوره مش هيقدر يعمل له حاجه. المشكله وما فيها ان كان في اتفاق، انما يورجن كلوب ضرب كرسي في الكلوب، ان هو طلع بعد ماتش بورنموث قال لك احنا متفقين والحكايه والروايه، وما لقى الموضوع فيه خطوره قال لك انا مش دكتور، وبالاتفاق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر. انا اشوف كان من الافضل ان صلاح يستمر صلاح، ولكن هي المشكله التشكيك في صلاح. انا اشوف ان هو افضل يستمر ما يسافرش. السؤال، هل صلاح مصاب؟ الاجابه نعم، صلاح مصاب. طب السؤال الثاني، هل صلاح افاد منتخب مصر؟ دي طبعا اجابه نعم بكل المقاييس. صلاح هو الثاني هداف تاريخي بعد كابتن حسام حسن. صلاح كان له الفضل في ان احنا نصل الى كاس العالم بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى في روسيا. الناس تقول لك ما عملش حاجه منتخب مصر في افريقيا، احنا في 3 بطولات ما وصلناهاش، مش ذنب صلاح، وال3 بطولات لعبهم وصلنا مرتين للنهائي. خلاصه الكلام، لو هو مصاب يروح يتعالج. كاس افريقيا كل 2 سنين، وصلاح مره واحده في العمر. شكرا كابتن هيثم، شكرا كابتن وائل على هذه الاطلاله حول هذه النقطه المهمه والشائكه قبل هذه المباراه. مشاهدينا